السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. آه انا هقول لكم وصفه دلوقتي، هي كانت بالنسبه لي عقده. ما كنتش بعرف اظبطه وما كنتش بوصل للطعم اللي انا نفسي فيه. انا عامله رقاق طري. جربوا الطريقه دي. كانكم بالظبط كده بتاكلوا فطير. خلاص، بس اهم حاجه يكون نوع الرقاق الطري اللي انتوا جايبينه يكون كويس. لان انا جربت نوع وطلع وحش بصراحه. جربوا الطريقة دي، هي طريقة مختلفة للرقاق بس هتعجبكم جدا. هنبتدي في الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعالوا نشوف أنا هعمل إيه. أنا بعمل الرقاق الطري. تشريبة زي البوريك التركي. تحفة. وظبطت لي الرقاق للناس اللي مش بتعرف تظبط الرقاق. أنا جبت بولة وحطيت فيها حوالي معلقة اللي هو أو نص مكعب مرقة. ودوبته بشوية مية صغيرين قوي. دافيين. هنا انا كمان. الناس اللي ما عندهاش شوربه وما عندهاش مرقه تقدر تعمله بنفس الطريقه دي. خلاص. بعد كده جبت بضايه وربيتها كويس جدا مع المرقه اللي انا عملتها. بعد كده جبت نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تحطيش اكتر من كده لان البيكنج باودر زياده لو زودتيه وقلتي بقى ازود وبتاع هيخلي الطعم مش حلو وفي ريحه مش حلوه. وفي مراره كده مش هتاخدي بالك منها هي من ايه وهي بتطلع من البيكنج باودر. خلاص. هنا هنحط كوبايه الا ربع لبن. نص كوباية سمنة سايحة. ونقلب كويس جدا، عايزة كل ده يندمج مع بعضه. ولو عندك خلاط كمان ممكن لو مش ضامنة انك تضربيه كويس اضربيه في الخلاط هيطلع لغاية ما يبقى سائل كده مع بعض. هنا سائل التشريب بتاعي خلص. تحطه على جنب. هنا الرقاق بتاعي انا عاملة رقاق طري. تقدروا بنفس الطريقة تعملوا الرقاق الناشف ولكن زودوا السائل شوية. مرة هعمل لكم بقى الرقاق الناشف وهقول لكم بعمل ايه فيه. ادي الرقاق بتاعي حوالي نص كيلو. يفضل ان بالطريقه دي اعملوا 5 رقات من تحت و5 رقات من فوق. ويفضل يكون كمان صينيه الحيطه بتاعتها تكون مش عاليه. طبعا بندهن سمنه الارضيه، انا عاملاها في صينيه الطرت لان ما عنديش صواني. الحيطه بتاعتها مش عاليه قوي، مش عاليه غير صواني الطرت دي. ان شاء الله شويه كده وعايزه اجيب صواني بسبوسه اللي هي اللي بتعمل فيها البيتزا اللي هي الصواني اللي الحيطه بتاعتها منخفضه دي ممتازه في تسويه الرقاق اكتر. هنمسك بقى كل ورقة كده نعملها. نبلها كويس جدا ونتأكد ان هي متشربة كويس جدا من سائل التشريب بتاعنا. هبتدي كده واحدة ورا التانية حوالي 5 ورقات. 5 ورقات تحت و5 ورقات فوق. الناس اللي بتحبوا رقيق قوي اللي هو يعني مش ده كده بيديكي طبقة يعني قطعة رقاق متوسطة. لا عالية ولا رفيعة. ولكن ان في ناس بتحبها تكون رفيعة ممكن تعملي 4 و4. عملت 5 ما بين كل ورقة وورقة. حطيت سائل تشريب. خلاص واتأكدت ان هو اتشرب كويس جدا. هنا رحت نازلة بقى بالعصاج بتاعي، عصاج طبعا جاهز. كنت مجهزاه وشايلاه في الفريزر. حاولي كده بقدر الامكان ما تخليش على الحروف العصاج، خلي من جوه افضل بكتير عشان ما يخرجش منك العصاج وانتي بتقطعيه. وتبتدي تحطي بقى تبتدي ترصي تاني الرقاق تاني تبتدي ترصيه. برضو ما بين كل طبقة وطبقة سائل تشريب وتتأكدي ان هو اتشرب منك كويس، مهم جدا. وتلاقي الورقة بتاعتك طريت. ابتدي بقى اقطع كده 5 من تحت و5 من فوق وما بين كل راق وراق بيتبل كويس جدا ويتشرب السائل كويس جدا. ابتدي بقى تقطعيه زي الجلاش زي ما تكوني هتعملي جلاش. انا مش بوصل السكينه لتحت قوي، يا دوب بقطع بس ايه لغايه ما اتاكد ان هو وصل لتحت ولكن مش للارضيه لان دي تيفال من تحت. بتقطعيها باي شكل مناسب ليكي، اي شكل بتحبيه. المهم يتقطع علشان خاطر هنعمل حاجه تاني دلوقتي. بواقي سائل التشريب اللي اتبقت مننا هنبتدي نحطها على الرقاق بتاعنا ونتأكد ان الطبقات وصل لها سائل التشريب بنسبة
ممتازة. ما ينفعش تحسي ان في ورقة ما شربتش كويس، حطي بقية السائل بتاعك وما تقلقيش. طبعا هنا الفرن انا بقى مشغلاه درجة حرارة 180. هتغطي هنا، معلش المقطع ده اتقطع مني، غطي بورقة فويل. المفروض نغطيه بورقة فويل وندخله الفرن لمدة حوالي نص ساعة. هتبتدي تفتحي عليه، هتلاقي أول ما تحسي إن هو بيتحرك تهزي الصينية بتاعتك. أول ما تحسي إن الصينية بتاعتك الرقاق بيتحرك فيها، هنا هتتأكدي إن هو كده بدأ ياخد لون ذهبي. بعد كده افتحي الشواية ياخد اللون بتاعك المظبوط المحمر ده، بتشيلي ورق الفويل طبعا، وبعد كده طلعيه من الفرن. لو بتحبيه طري، انا بحبه طري، بحب تقومي مغطيه بورق فويل تاني لغايه ما تبتدوا تاكلوا كده عشان يبقى طري. لو بتحبيه من فوق مقرمش، بتسيبيه عادي من غير اي ما تعملي، ما تغطيه بورق الفويل. جربوا الطريقه دي، نكهتها حلوه وطعمها حلو وممتازه. بيبقى طري، بيبقى كأنك بتاكلي فطير، بيبقى شارب السمنه مع المرقه مع اللبن، بيبقى طعمه حلو قوي. وكمان دي طريقه للناس اللي ما عندهاش شوربه للرقاق. خلاص، ان شاء الله الوصفه تعجبكم، مستنياكم تجربوها، مستنيه رايكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.